اهلا وسهلا بالفريق المتميز لجامعه الدلتا التكنولوجيه. شرفنا بيكم واحنا عجبنا الريبوت، والبشمهندس هنا عرفنا اهم الخواص اللي هيعملها لنا، وخاصه انه بيكشف على القلب واحنا بنسيب قلبنا دايما ودائما يقول ده فلان راح المستشفى وتوفى في ساعتها. ليه؟ لان هو ما بيكشف احداث المنوفيه. فبرضه لو حضرتكم تضيفوا برضه اضافه للروبوت حاجه ثانيه يعني. ايوه، هو احنا عرفنا كده ان هو روبوت ذكي بيكشف على المريض لو في البيت، وبيحمي المنزل لو في حرايق بيقدر يتوصل لصاحب المنزل ويبلغه. قول انت موضوع الابلكيشن. لسه هيبقى في شكل احسن من كده يعني دي لسه التصميم او التصور الاولي، ولسه ان شاء الله هنشوفه يعني في مزايا وفي احسن صور ان شاء الله، ومتابعينكم. بالنسبه كمان للروبوت احنا عملنا ابلكيشن تمام، ده بيتابع صحه المريض برضو، بيتحرك في الروبوت، يتحكم فيه، في كاميرا موجوده فيه برضو ان هو عشان الروبوت بيشوفنا بيتحرك ازاي في البيت. بالنسبه برضو لجزء تاني، في جزء داتا اناليسيس بيحلل البيانات وبيشخص البيانات اللي داخله كجزء الصحه يعني، فبيعمل لها تحليل وبيديك برضه معلومات بالذكاء الاصطناعي. احنا عاملين مطورين ذكاء اصطناعي بنفسنا تمام، ككود يعني، مش جايبينه اللي هو جاهز يعني. ايوه، فحاجه اللي احنا عاملينها بنفسنا، ان ساعه لما المريض يعني يحط او ياخد المريض بتاعته ضربات القلب والحراره، ساعه لما يقيسها وكده بيديله تشخيص، بيديله العلاج بتاعه عن طريق الابلكيشن. هو برضه مش يعني اللي هو قبل ما يروح للدكتور يبقى عارف مثلا هو يروح للدكتور ايه بالظبط. ايوه، وينفع في الطوارئ لو حد تعب مفاجئ في البيت قبل ما يتحرك ويكون الوقت مش في صالحه، فهو بيعمل الاسعافات الاوليه قبل ما الانسان في حساس جهاز، وفي حساس قلب، وفي حساس نبضات اصلا. ففي برضه هنا في حساس حريق عشان لو حصل اي حاجه في البيت برضه بيرن على المطافي عن طريق الشريحه، برضه حاطين فيه شريحه. انتوا بتحطوا فيه مثلا ارقام النجده او المطافي الاسعاف، كل الارقام دي بتبقى مدونه عنده، فهو بيقوم لو الانسان مثلا وقع ومفيش حد، واحنا بنسمع كتير عن الحالات دي، يبقى واحد لوحده يقول اصل مات ما حدش معاه، فالروبوت هيكون 15 ثانيه او 10 ثواني هيكون متصل على هيساعد في انقاذ ارواح ان شاء الله، وداعمين ليكم بالتوفيق دايما يا رب. ده هنا الشاشه بتعرض الهيرت ريت تمام، بتاع نبضات القلب وضربات القلب. دي شاشه الهيرت ريت، ودي شاشه ثانيه بتعرض هنا نبضات القلب اهو. التمبريتشر بتعرض مثلا لو في حريق، بيظهر هنا ان في حريق حصل، بيرن على طول بيعمل اتصال. وهنا الغاز برضو ساعه لما بيوصل بيقوم ده عامل اتصال تمام، ساعه ما بتعلى عن الحد ده. فهي ساعه لما تحس بيها يعني مثلا ولعي كده، عمل هنا يس ان هو هو حاليا الكود بيعمل اتصال. بيرن فين التليفون اللي بيرن عليه؟ كده هو بيرن على طول. ايوه تمام، بيتصل مفاجئ على طول بمجرد ما شاف النار. خلاص كده هو وقف، بس هو برضه بياخد اللقطه الاولى اهو. بيرن يعرفوا ان في حريق. ده بيرن عشان احنا حاطين الخط بتاع صاحب، يعني هو بيتواصل تواصلين، تواصل بصاحب المكان وتواصل بالمطافي على طول، بينقذ. بيتواصل بالاثنين على حسب الارقام اللي انت ضايفها له. هيبعت رساله SMS عاديه، بعد كده هيعمل اتصال. هو الاول بيبعت الرساله وبعد كده بيتصل. ده كله في خلال 10 ثواني. وده كل المنتج بايديكم محلي، كل حاجه. بالتوفيق يا رب. في نفسه احنا عاملينه بنفسنا. بالتوفيق دايما يا رب.